السلام عليكم، اهلا بيكم من جديد وحلقه جديده من حلقاتنا في الكوره. والنهارده هنتكلم عن مباراه النصر والزمالك، المباراه اللي خلصت تعادل 1-1 وادت الى هذه النتيجه، الى خروج الزمالك من البطوله العربيه في المركز الثالث في المجموعه. ولكن وهنا بعد كلمه لكن هنحط كذا حاجه ليها. المباراه النهارده كانت قويه جدا وكانت جميله، والزمالك لعب مباراة قوية ومباراة كان فيها ندية جدا، ما كانش خايف قوي ونزل خد الثقة مع الوقت. وهنا عاوز اقول حاجة، انت ما تحاسبش الزمالك ان النصر الشوط الاول كان بيلعب عادي، كان بيلعب مش عنيف قوي، ما كانش بيهاجم قوي، ما كانش ما تلومش فريق الزمالك ساعتها. الزمالك لعب على قده، على قد امكانياته قصدي، لعب وعمل مباراة قوية. الشوط الأول كان ند قوي جدا للنصر. الشوط الأول النصر كان ممكن يكون كان متساهل شوية، لكن الزمالك كان واخد الموضوع بجدية. الشوط الثاني الزمالك اتقدم عن طريق ضربة جزاء الصحيحة 100%، ولكن بعد كده أوسوريو قرر إنه يسلم الماتش للنصر على طبق من ذهب مش من فضة كمان. ودي وجهة نظري. ليه؟ هقول لك ليه. اكتر واحد كان متحرك في الخط الهجومي كان سيف الدين الجزيري، جاب جون في اول 3 دقايق واتحسب اوفسايد في الشوط الاول، عمل خطوره كبيره وكان مريح زيزو، ان مش كل العبء على زيزو. الجزيري كان بياخد كور كتير من ورا المدافعين ويجري بيها على الخط، كان مريح شيكابالا شويه. الجزيري عمل مجهود خرافي في الشوط الاول لحد ضربه الجزاء اللي تسبب فيها، لكن اوسوريو قرر وبطريقه ما انه يقضي على خطوره الزمالك بانه يطلع الجزيري وينزل روقه. هيدافع وهيخلي زيزو لوحده في الهجوم ومع شيكابالا. طيب لما انت هتدافع ولما انت هتعمل كل ده وهتلعب على المرتدات اللي انت اصلا كنت بتحاول تلعب عليها مش الاول، شيكابالا هو اللي هيعمل لك المرتدات. شيكابالا ابو 7 ولا 38 سنه هو اللي هيعمل لك المرتدات. طلعت اكتر واحد حركي واكتر واحد نشيط واكتر واحد بيجري وعامل قلق للنصر اللي هو سيف الدين الجزيري، وتنزل رؤى وتسيب شيكابالا هو اللي يعيش مع زيزو في اللي قدام. هل ده يعقل؟ وبعدها بشويه بعد ما حسيت ان انت عملت كارثه طلعت شيكابالا وبرضه سبت زيزو لوحده، يعني حتى ناصر منسي ما نزلش. طب انت ليه عملت كل ده؟ وليه الجزيري يطلع؟ يعني الجزيري على الاقل هيعرف يدافع اكتر من شيكابالا، وهيعرف قدام يجري ويبقى اسرع من شيكابالا. شيكابالا لا هيدافع ولا هيعمل هجمه سريعه. عملت تغيير بوظت بيه كل اللي عملته. ودي مش اول مره. الماتش اللي فات مع الشباب الزمالك كان خسران 1-0 وبين الشوطين لقينا ان الجزيري طلع وبينزل تقريبا عمر جابر ساعتها او نيمار. طب انت سعادتك دلوقتي بتهاجم مع الشباب، انت خسران من الشباب ونازل تهاجم، بتطلع المهاجم بتاعك. طب فين المهاجم الاحتياطي؟ سؤال. عشان في بعض الناس من الزملكاويه حاسسان ان اوسوريو ده عظيم وعبقري ومظلوم بالقماشه اللي معاه، يعني هو مش عارف امكانيات فريقه، مش عارف امكانيات اللي بره واللي جوه. ولما انا عارف امكانيات فريقي انا اسلم الماتش النصر لمده نص ساعه كامله يعملوا ما بدلهم. الزمالك كان يقدر يجيب جون تاني لو الجزيري كان لسه موجود من الهجمات المرتده السريعه. النصر اصلا حتى لما بدا ياخد الماتش بجد ويهاجم بقى ويبدا بقى يقشع نيابه ونزل ماني ومش عارف نزل كام حد من عندهم، برضو ما كانش فيه خطوره قوي، ان هم ما كانوش عارفين يعملوا ايه وما كانوش عارفين يعملوا بالكوره. ياخدوا الكوره على الاطراف عاوزين يرفعوا خلاص، والعرضيه ما بتبقاش مظبوطه ومش عارفين يخترقوا قوي، ودفاع الزمالك كان متماسك لحد ما. ولكن مع كل ده انت بتسلمه الماتش حرفيا بخروج الجزيري. خلاص موتت الماتش، ولما ادركت الغلط جيت تعمل جيت تهز شيكابالا، تطلع شيكابالا اللي كان المفروض يطلع اول واحد اصلا. فانت عملت حاجات غريبه. وجيت في اخر لما هم جابوا الجون التعادل في الدقيقه 87 و 86، انت خلاص يعتبر عملت كل تغييراتك اللي كانت كلها دفاعيه، حاتم سكر ونيمار ومش عارف اشرف روقه انت بوظت الدنيا. انت حتى لما جيت اخر 6 دقايق اللي اتحسبوا مع 3 4 دقايق قبل اللي بعد الجون، بنتكلم في 7 دقايق ولا 8 دقايق، انت ما عملتش هجمه لانك مش عارف تعمل هجمه. هتعملها بمين؟ ما انت طلعت جزيري وعزلت زيزو لوحده
وشيكابالا طلعته طبعا بتبعيه، وسبت ونزلت نيمار وطلعت عمر جابر. طب ايه؟ وعمر جابر اصلا يبدا ليه اساسي؟ آه هي وجهة نظر، هي وجهة نظر. انا شايف ان اوسوريو هو اللي سلم الماتش للنصر، وشايف ان اوسوريو هو سبب في خروج الزمالك من البطولة، وشايف ان اوسوريو اتعامل مع ماتش الشباب غلط، والماتش ده بعد ما كان في ايديه اتعامل بيه غلط جدا 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 جدا. الحكم كان كويس جدا، رضوان جايد النهارده المغربي، وده الفرق بين جودة الحكم والحكم. الحكم النهارده اداك حقك، الحكم النهارده ما كانش ضدك ولا كان معاك، لكن كان محايد، كان هو حكم فعلا، كان اسمع المسمى. الفار جاب لك حقك في ضربة الجزاء. فانت مالكش حجة الا الاداء، والاداء كان كويس. الاداء ما كانش احسن حاجة للزمالك، لكن كان كويس، كان مقبول قدام اسماء تقيلة وكبيرة زي النصر. واحنا عارفين الفرق اللي زي النصر دي فيها لعيبه كتير واسماء كتير، لكن لسه ما انسجمتش مع بعض. لسه التقل بتاعهم والتكويله والتفت بتاعتهم. يا جدع ده مالي جه من يومين ثلاثه نزل في الشوط الثاني، فلسه ما فيش حاجه. وبعدين اللعيبه اللي بتبقى زي دي في فريق زي النصر مليان نجوم وكده، الماتش ممكن يهرب منهم بسهوله، ولو هرب منهم صعب يرجعوا لو لسه مش فورمه او مش منسجمين مع بعض. فانت في حاجات كتير اتجهزت لك حلوه، وانت استغلتها لحد اول ربع ساعه في الشوط التاني. بعد كده انت اختفيت، انت اختفيت. ورساله لمحمد صبحي وبعض لعيبه الزمالك، انتوا بتضيع. يعني محمد صبحي كان بيضيع وقت من الدقيقه الخامسه في الشوط الاول. باشا انت التعادل ده اصلا مخسرك، انت بتضيع وقت ليه؟ امسك كوره وباصي ارضي وبتاع كل حاجه. وحتى لما جابوا الجون، حتى في الوقعات، يعني انت سبحان الله لعيب مصر ما بيعرفش يمثل الا الانديه الوسط اللي احنا عارفينها. يعني انت اصلا ما حدش لمسك وفي ضربه مرمى، فجاه افتكرت ان انت عايز تلعب الجوانت وتربط الجزمه. انت ذكي قوي، ذكي قوي، بجد ذكي قوي. يعني انت بتعمل ايه مش فاهم. يعني الشوط الاول انا كنت بقول ايه البرود اللي هو فيه ده، راجل واقف على الكوره هادي بيباصي بتاع، جيت بوظت كل الشوط التاني. يعني ما دخلتش في كوره مثلا نطيت عليها فوقعت فهعمل نفسي مصاب، لا انت ما عملتش حاجه. انت كوره ضربه مرمى راح تشوت، فجاه افتكرت ان انت ايه، هتربط الكوتش وتغير الجوانتي. حاجات هبله صغيره جدا بتبين خبره اللاعب من لاعب للاعب. الحاجه التانية برضو عايز اتكلم فيها قبل ما اخلص الفيديو، ان ممكن تكون بدايه فوقه لنادي الزمالك، ولاني ما اعتقدش كده، لان لسه في حاجات كتير، لسه في كود مقفول، لسه في فلوس على الزمالك، لسه في مستشار مرتضى منصور بيستقيل امبارح. طب في انتخابات الشهر ده او اخر الشهر ده هيترشح ليها ولا لا؟ ولا زي ما قال المهندس كامل الوزير اللي هو وزير، اللي قال عمرو اديب ان كل واحد وليه اوانه، وكان بيلمح وقد يكون كامل الوزير هو بديل المستشار مرتضى منصور في الزمالك. ما تعرفش هو الدنيا ضلمه ضلمه. لسه سامعين من شويه بعد الاخبار ان كان في ضرب وتكسير كراسي في الاعضاء قدام في نادي الزمالك. طب ليه حصل ايه؟ ما تعرفش. وطبعا اغلب الظن هيذهب الى ان مرتضى منصور هو ورا الكلام ده، وهو اللي مسخن الناس على ناس. طول ما انت حاطط نفسك في بؤره الاتهامات ما تتضايقش ولا تزعل من الاشاعات اللي بتطلع، لان منها بيطلع صح في الاخر. ده كان ملخص اللي شفته من وجهه نظري قدام النصر للزمالك. الزمالك عمل مباراه كويسه جدا وعمل مباراه على قد مجهوده. هنشوف ايه الفتره الجايه هيعمل ايه، فتره الراحه اللي جايه اكيد قدامه حوالي 20 يوم تقريبا عقبال ما يلاعب بيراميدز في قبل النهائي في الكاس على حسب معلوماتي. لسه مش عارف هو ده اللي هيستمر عليه ولا لا. هارد لك نادي الزمالك. النادي النصر لعب نص ساعه خلص به كل الكلام بمساعده اوسوريو بوجهه نظري، علشان الزمالك يودع البطوله، وعمل بطوله كويسه. بطوله في الطبيعي مش هتبقى كويسه ولا مقبوله، لكن الظروف اللي كان فيها الزمالك لا، بطوله كويسه. كسب الفريق الاضعف هو الاتحاد المنستيري. الشباب هو اللي ضيع الماتش من ايديه وجهه نظري، والشباب فريق متوسط جدا وفريق ما يتخافش منه خالص. وكان واضح كده، هو كان فيه لاعب مدافع اسمه غسان او عسان حاجه زي كده، هو ده اللي كان ابرز واحد فيهم طبعا مع بالينجا اللي هو الكابتن بتاعهم. لكن الزمالك برضو ضيع الماتش من ايديه. النهارده النصر
اوسوريو سلم لهم الماتش. انا مصر على الكلمه دي، اوسوريو سلم الماتش لنادي النصر. خلصنا الفيديو، ما تنساش لو وصلت لحد هنا تعمل لايك والشير والسبسكرايب، ومحتاج دعمكم الفترة دي ان شاء الله، وبإذن الله في حاجات كتير جاية الفترة اللي جاية. كان معكم أحمد عادل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.